والآن يجمعون نفسهم هؤلاء مسمين لهم اتحاد علماء المسلمين، وجمعوا لك جماعتهم كلها إخوان مسلمين على أباضية، على رافضة، على صوفية، على شيعة، وسموا نفسهم اتحاد علماء المسلمين بقيادة القرضاوي والنائب علي كالصيري الشيعي الإيراني والنائب الثاني الخليلي الأباضي، ويريدون أن يضيعوا الأمة الإسلامية ويقضوا على دعوة التوحيد ودعوة السنة. فلا بد أن يكشف أمر هؤلاء وأن نرجع الناس إلى أئمة الإسلام. هناك مؤامرات الآن، في مؤامرة يقودها القرضاوي على أهل السنة وعلى أهل التوحيد وعلى الدعوة السلفية وعلى هذه البلاد، ويحاول أن يشكل مجاميع واتحادات ومؤتمرات تحصل في بيروت وغيره، مؤتمرات لهم حتى مع القوميين ومع البعثيين، وهذه ذكرها القرضاوي في كتبه وعندنا بالصفحة. مؤتمرات في بيروت عام 96 حضروها ونسقوا فيما بينهم، ومن ضمن القوميين نصارى، وأثنى عليهم القرضاوي بأسمائهم. ففي مؤامرة قاعدة تصير ما بين الإخوان المسلمين، هم الذين يديرونها، يديرون مؤامرة كبيرة على هذه الدولة وعلى دعوة التوحيد. فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر. وما ترونه الآن من قنوات تحاول أن تظهر هؤلاء فقط، يريدون أن يظهروا أمام الناس أن هؤلاء هم العلماء فقط وهم المرجع، لكي بعد ذلك يقودون الشعوب والأمم إلى ما يريدون، بحيث أنها لا ترى إلا هم ولا تسمع إلا بهم. ولذلك تجد هناك ضخ من الأموال بالملايين من استخبارات دول معروفة، قناة الجزيرة واللي قائمين على قناة الجزيرة وغيرها، قاعدين يدعمون القرضاوي بالملايين، ويدعمون القنوات هذه، ويدعمون مواقع الإنترنت. حتى اللي عندنا هنا ممن يسيرون على منهجهم تجد يدعمون بالملايين المملينة في قنوات فضائية ومواقع، كلها المقصد منها إبعاد مرجعية علماء السلف، سواء المتقدمين أو المتأخرين كابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علمائنا، يريدون أن يبعدونهم وأن يظهروا لهم دعاة جدد. هؤلاء